النهارده عيد ميلاد واحد من اكتر اللعيبه المصريه اللي انا بحبهم، عماد متعب. اكتر راس حربه موهوب انا شفته في مصر في السنين الاخيره. عماد متعب دايما لما كنت بشوف بنزيما وواحد زي فيرمينيو نجوم عالميين، كنت بقول ان احنا كان عندنا لاعب مصري اسمه عماد متعب كان بيقوم بالادوار اللي هم بيقوموا بيها دي وقبلهم بسنين. عماد متعب اللي عنده قوه شخصيه ما شفتهاش في لعيب الكوره كتير. عماد متعب من اكتر الناس اللي انا شفتها فعلا مؤمنه بموهبتها. عماد متعب اللي اي نادي او اي فريق باحتياج للاعب زي عماد متعب بيحتاجه بشكل كبير جدا، لانه لاعب مش اناني، لاعب بيهمه مصلحه الفريق. فخلونا ندخل في كلامنا كده على طول الفيديو بتاعنا اللي هنتكلم فيه بس عن موهبه عماد متعب، مش هنتكلم عن عدد اهداف ولا عن عدد بطولات، لان الموهبه دي انا بشوفها اكبر من اي عدد اهداف واكبر من اي عدد بطولات. فخلونا ندخل في الفيديو بتاعنا كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت في بدايه الفيديو، عماد متعب واحد من اكتر اللعيبه المصريه او من اكتر رؤوس الحربه المصريين اللي شفناهم موهوبين فعلا. فعلا عماد متعب ما كانش من اللعيبه اللي بتتشهر بالطول او بالقوه الجسمانيه او لا، عماد متعب كان لاعب موهوب وبس، مش اي حاجه تانية. والحاجه اللي انا عايز اقولها او الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها فكره ان انا دايما لما كنت بشوف نجم زي بنزيما او فيرمينيو، ليه كنت بقول ان احنا كان عندنا لاعب مصري بيقوم بالمهام دي. بص على كريم بنزيما لما كان بيقوم بمساعده الفريق مثلا في وقت فيه كريستيانو رونالدو، وبص على فيرمينيو لما كان مخلي مثلا محمد صلاح وساديو ماني هم هدافين الدوري الانجليزي. ده اللي كان بيعمله عماد متعب في فترات كبيره في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. يعني بص على النادي الاهلي في الفتره اللي كان فيها فلافيو، عماد متعب كان كم المساعده لفلافيو كان قد ايه، في فكره ان هو بيصنع له اهداف كتير، بيفضي له مساحات كتير. ده اللي كان بيعمله بنزيما مع كريستيانو رونالدو، وده اللي كان بيعمله فيرمينيو مع محمد صلاح ومع ساديو ماني. ففكره ان هو بيخدم زملائه بشكل كبير جدا كان بيعمل ده. وبص كمان لعماد متعب في بطوله 2008 ويمكن ما سجلش فيها اكتر من هدف، لكن خرج كابتن حسن شحاته وقتها ودافع عن عماد متعب وقال ان عماد متعب ليه دور كبير ودور تكتيكي كبير جدا ساعدنا في الفوز في اكتر من مباراه. وده فعلا اللي عمله عماد متعب، واي حد بيفهم في تكتيك كره القدم هيقول فعلا ان عماد متعب قام بادوار تكتيكيه كبيره جدا. فزي ما بقول، عماد متعب من اكتر اللعيبه اللي ساعدت انديتها او كان في مساعده التيم ككل ان هو يفوز في البطوله. وهنا بقى بتيجي قوه الشخصيه. عماد متعب لو ما كانش شخصيته قويه ومش مؤمن بموهبته، كان ممكن من الضغط الاعلامي اللي بيحصل عليه بالذات بعد بطوله 2008 زي ما بقول، الضغط الاعلامي والضغط الجمهوري و الى غيره، كان ممكن يوقع عماد متعب. لكن بالعكس، عماد متعب كان مؤمن بموهبته وعنده قوه شخصيه وايمان بنفسه كبير جدا، وده اللي خلى عماد متعب يفضل ويقدر ان هو يستمر. والفكره كمان او الميزه اللي انا بقول عليها ان اي فريق في الدنيا يتمنى عنده لاعب زي عماد متعب. فكره ان انت تساعد زمايلك ويهمك مصلحه التيم اكتر من مصلحتك انت الشخصيه، دي حاجات ما بتلاقيهاش في لعيبه كتير، او بالذات راس الحربه ما بتلاقيهاش في في روس حربه كتير. نادر جدا لما بتلاقي لاعب او فكره ان لاعب يضحي من اجل الفريق او ان هو يخدم الفريق في بس، بالذات في راس الحربه. وبص على نادي ريال مدريد ليه مشى هيجوايين وخلى لاعب زي كريم بنزيما، عشان المنافسه مع كريستيانو رونالدو. هيجوايين ما كانش هينفع مع كريستيانو رونالدو، لكن بنزيما كان هو اللي هينفع مع كريستيانو رونالدو وهيخلي عدد بطولات ريال مدريد تزيد. ده برضو اللي كان بيعمله عماد متعب في الوقت اللي النادي فيه محتاج ان هو يساعد التيم ككل. كان عماد متعب بيعمل ده وما كانش بيفكر في نفسه، ما كانش بيفكر في شكله ان انا اطلع بقى قدام الاعلام انا اللي جايب الهدف. كان اللي بيهمه ان النادي فعلا يحقق البطوله. ودي من اكبر المزايا اللي ممكن تلاقيها في اي لاعب كوره، بالذات راس الحربه زي ما بقول. وزي ما قلت قبل كده وقلت في بدايه الفيديو، الميزه دي مش هتلاقيها في لعيبه كتير، واثنين لعيبه بس اللي ممكن موجودين، فيرمينيو وبنزيما. ممكن جيسوس دلوقتي لاعب نادي ارسنال ممكن تلاقي الميزه دي فيه. فزي ما بقول، موهبه عماد متعب هي اللي مخليه عنده قوه شخصيه، هي اللي مخلياه يقوم بالدور ده لانه مؤمن فعلا بموهبته. والفكره كمان، تعال بص على بنزيما بعد رحيل كريستيانو رونالدو وهو اللي بياخد دور المبادره عشان نادي ريال مدريد يقدر يحصد بطولات. بنزيما قدر يعمل ده، عماد متعب برضه كان بيقدر يعمل ده. في الوقت اللي النادي الاهلي كان بيطلب او الفكره في ان عماد متعب هو اللي مطلوب منه ان هو ياخد دور المبادره، كان بيعمل ده سواء حتى مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. ليه اهداف كتير حاسمه مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. فده الشيء اللي كان بيبهرني فعلا في عماد متعب. في وقت ما تكون محتاجه ان هو يساعد الفريق كان بيعمل ده، في وقت اللي انت محتاجه فيه ان هو ياخد المبادره بيعمل ده. زي ما بقول، قوه شخصيته اللي كانت مخلياه ماشي على الطريق، ما بينحازش عنه وما بيتاثرش في مصلحه الفريق تتاثر، لا دايما باصص لمصلحه الفريق، مصلحه التيم اللي معاه.
فكره ان عماد متعب مش لاعب اناني، وزي ما بقول دي ميزه يستناها او يتمناها اي مدرب في اللعيبه اللي عنده بالذات راس الحربه زي ما بقول. فزي ما بقول عماد متعب واحد من اكتر اللعيبه الموهوبه اللي انا شفتها في الكره المصريه في السنين الاخيره، واحد من اكتر اللعيبه اللي عندها قوه شخصيه، زي ما بقول من اكتر اللعيبه اللي انت ممكن كمدرب تتمناه فعلا في فريقك. كل سنه وانت طيب يا عمده، ونتمنى لك كده مليون سنه، وان شاء الله تحقق كل اللي بتتمناه، وان شاء الله توصل لاعلى مناصب وتمتعنا وتقدم لنا شيء يبهرنا زي ما كنت بتقدمه لنا كده على المستطيل الافضل.